قال لك رايح علشان الطموح، فقالوا له يا ابني ما انت في النادي الاهلي اكبر طموح، فقال لهم لا في نادي تاني بيحقق طموح اكتر فرايح له. ولكن في النهايه الطموح الاكتر ما نفعوش، وكل الناس دلوقتي بتقول له طموح وترجع بالسلامه. بيراميدز رسميا خارج دوري ابطال افريقيا. بيراميدز اللي من 2018 حتى الان 2024 صفر بطولات وصفر اي انجازات. ولكن الانجاز اللي ممكن حد يتكلم عليه ان النادي ده اتعمل علشان بس يكسب الاهلي، رغم ان انت لو جيت وشفت المواجهات المباشره هتلاقي الاهلي هو اللي يتفوق على بيراميدز. حتى في اي فاينل الاثنين قدام بعض الاهلي برضه ينتصر، فحتى الحاجه اللي كانوا بيقولوا انهم مميزين فيها برضه خسرانين فيها. ولكن لو جبت رمضان وقلت له كده يا رمضان لو رجع بيك الزمن هتكرر وتعمل اللي انت عملته؟ مستحيل رمضان يقول لك واتمنى ان الزمن يرجع وما كررش ده. كسب شويه فلوس ولكن خسر قدامها كتير جدا من الطموح. طبعا كل الطموح ده الاهلي قدر يحققه وبعد كده من فوزه بالشامبيونز ليج افريقي ودوري وكاس وسوبر، غير المشاركات الكتير في كاس العالم للانديه وقدام اكبر انديه في اوروبا. هنا الاهلي عنده الطموح وعنده الفلوس وعنده كل حاجه، ولكن على راي المثل الزن على الودان امر من السحر. علشان كده بنقول لرمضان وبيراميدز طموح وترجعوا بالسلامه. كفايه عظمه لحد كده.